السلام عليكم خوت، تبارك الله عليكم. تتعودوا شي هو هذاك شي بخير خوت. انا ما عمر فكرت نهضر لكم على هذا الميتي ديال الخدمه، وما عمر كنت نتجرأ باش ندير شي فيديوهات ولا نحاول نهضر لكم على شي حاجه هي سميتها الكاميون. ولكن مؤخرا بقيت كنفكر لان كنت كنلوح في الانستغرام فيسبوك، لان انا معروف موهوب بالرياضه، وهي الرياضه ديال لا كورس ابيي، ديال السبك ديال الجرا. ولكن كانت الفكره من طرفي انا ومن طرف واحد لافامي ديالي، المهم بدون ذكر الاسم ديالو، قال لك على زعما ما تبقاش تشجع الناس الرياضه على السبورت، وريهم شويه من التجربه ديالك وهذه. وكاين بزاف الناس اللي هما تبارك الله باغيين يديروا الرياضه وحابين يديروا الرياضه، ولكن مازال ما هذيك النغزه باش يزيدوا ويلبسوا السبرديله ويترينيو، مازال ما لقاوهاش. ولكن الله يوفق الجميع، نتمنى شي حاجه الله يسهل عليه. وقال لي في نفس الوقت عاود عندك الميتي ديال الكاميو وهذه، علاش زعما ما تبقى مره تعطي الناس التجربه ديالك من الكاميو. المهم انا ماشي راني جيت نبين عليكم روحي كانني راني شيفور ولا كاميو، لان الخدمه دابا راه كلشي تعطى ليها وكلشي كيعرفها، ويمكن الناس سبقوني بالفيديوهات، ولكن بعض المعطيات وبعض الحوايج كاين الناس اللي هما داسينهم ما كيبغوش يهضروا عليهم، ما كيبغوش يقولوهم. ولكن انا ان شاء الله باذن الله انا معكم باذن الله. اي واحد ولا اي وحده ولا اي انسان ولا اي شخص بغى معلومه مني ولا سؤال ولا هذه، مرحبا يا ترى مرحبا. اللي بغيت نقول لكم، هاد الخدمه ديال الكاميون اللي بغيت نهضر لكم عليها هي بالنسبه للناس، المجتمع ديالنا في هذا الوقت ولات مطلوبه بزاف، الناس كاملين تعطاو ليها مزيان. اتفق معاهم، الله يسهل على الجميع، انا ماشي ضدهم، وما عمرني غادي نحسد شي واحد ولا بالعكس الناس المقربين ليا ولا فامي والعائله والحباب والاصدقاء راهم كيعرفوني عن قريب، كيعرفوني بان انسان كنساعد اي واحد وقف عليا من ناحيه العمل، ولقيت زعما فين كنقولوا حنا فين نحشيه فين يخدم هذه، مرحبا. ما كنبخلش عليه سوى لا ما كانتش، هذاك الشيء كلشي ديال الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الفكره ديال الكاميون اللي الناس كاملين دابا كيفكروا فيها، خرج بيرميت الكاميون، راه فيه الفلوس، راه فيه هذه كاين فلوس، شي فلوس، ولكن الحمد لله نحيا بالنسبه لواحد اللي كيخدم في وزين ولا كنقولوا فابريكا ولا في اخر. بالنسبه للكاميو حسن، ولكن حاجه واحده اللي خص الواحد يهضر عليها يتكلم عليها، وهي التماره والمعاناه ديال الكاميون. شنو هما المعاناه ديال الكاميون، وملي كتبات على برا شنو هي المعاناه اللي كدوزها في الكاميون، وملي كتمشي 15 يوم سيمانه جوج حتى هي هضر عليها ما تنساهاش. المهم خوتي، خليت لكم الراحه ونكملوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم.